ليس، يا ليس، دول فص ملح وداب. هجيبها يا فؤاد، انا لازم اجيبها. خلاص انا جبت اخري منها، دي دمرت حياتي يا فؤاد، ما ينفعش اسيبها. هنرجع دلوقتي، لازم ندور كويس. كانت مدبرة كويس للخطة، وقفلت الكاميرات بتاعة المستشفى عشان ما نعرفش نمسكهم، وكل الكاميرات اللي قريبة اتعطلت. الموضوع صعب ومحتاج هدوء وتركيز. كله يرجع المقر. تبادل طلقات النار في الجو، وأجسام هامدة في كل مكان، وذلك الصغير يبكي في أحضان والدته وجده. أسيل، اطلع برا فورا، معاك سلاحك وحان الوقت تستخدميه. أومأت برأسها وأخذت صغيرها وانطلقوا من وسط التشابك وأمل خلفهم. هذا فقط تذكير بسيط بأنني أخبرتك ألا تقترب من عائلتي. سأتركك هذه المرة وحسب، ولكن إن أعدت تكرار هذا أقسم أنني لن أتهاون معك حينها. أنهى كلامه بطلقة استقرت في قدم إدوارد الذي صرخ بقوة. ابتسم ساخرا وخرج ليلحق بعائلته التي تنتظره في الخارج. بعد ساعات كانت أسماء في مركز الشرطة. توجهت نحو مكتب ليث بعدما طلبت من الضابط في الخارج إذنا للدخول، وملامحها حادة عكس طبيعتها. دخلت إلى المكتب وكان فؤاد في الداخل. قالت ببرود: أنا كويسة يا ليث باشا، وقف قواتك. كويسة؟ واضح جدا. هي سابتك بالسهولة دي ولا قالتلك حاجة يا أسماء؟ هي مين دي؟ أسماء، انتي تقدري تقولي، ساعتها مش هتقدر تقربلك. هي مين دي اللي بتتكلموا عنها؟ وبعدين أنا عرفت من خبط أروى. مين؟ وعرفت ازاي؟ غيث ابن سليم الحديدي. انتي بتخرفي تقولي ايه؟ اطلعي بره يا أسماء وقولها حظ أفضل في المرة القادمة، لأن خطتها فاشلة. معايا الدليل، ومش معنى ان اخوك يبقى تدافع عنه لازم يتعاقب. أروى من هالذنب. فين دليلك؟ فتحت أسماء هاتفها ببرود وقامت بفتح مقطع فيديو وأعطت الهاتف لليث. يا للهول، إنه أخوه بالفعل. التقطته كاميرات مراقبة من إحدى المنازل في حارة مهجورة وهو يركب السيارة. ممكن يكون مفبرك. معايا دليل تاني. قامت بفتح مقطع صوتي لليث وهو يحدث شخصا ما قائلا: أنا هنتقم من أبوها، ولو وصلني ده إني أقتلها، ده حرمني منها. تمام يا أنسة أسماء، هنحقق في الموضوع ده، لأن الدلائل دي مش كفاية. بس انت جبت الحاجات دي منين؟ اللي خطفني كان راجل ومش ست زي ما انتوا بتقولوا، ده أولا. ثانيا بقى هو اللي اداني الفيديو والريكورد. تمام يا أنسة أسماء، تقدري تطلعي بره. خرجت أسماء من المكتب وسط ذهول فؤاد. ماذا تقول تلك المجنونة؟ هي بتبرطم تقول ايه دي؟ ده غيث عمره ما يعملها. بس هراقبه برضه المدة دي، يمكن ضحكت عليه وهو طيب وممكن يصدقها. انت شاكك في اخوك يا ليث؟ الاحتياط واجب، وانا هعمل واجب على أكمل وجه. زي ما تشوف يا ليث. كان هو في عمله يراجع بعض الأوراق وهو يفكر فيما حدث. بالتأكيد سوف يعود لينتقم. كان يتمنى إنهاء حياته، ولكن هذا غير ممكن، وليس له إذن أو حق لفعل ذلك. طرق الباب وأذن آدم للطارق بالدخول. دخل أحد الممرضين قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمار؟ بخير الحمد لله. كان في حالة في العناية جت قريب يا دكتور، وهي في غيبوبة ومحتاجة رعاية. معلش يا عمار، الحالات معايا كتير ومضغوط. اسأل الدكتور سامي كده لو يقدر ياخد الحالة دي هو. تمام يا دكتور، عن إذن حضرتك. اتفضل يا عمار. في مكان آخر كان غيث يدرس بجد. قاطع تركيزه صوت فتح الباب الخاص بالفيلا. ابتسم بفرحة، فقد اشتاق لأخيه بشدة. جرى نحوه وكاد أن يحتضنه، فهذا ما يفعله عادة، ولكن قاطعه صوت ليث البارد قائلا: ابعد عني يا غيث. صعق غيث من كلمات أخيه، فهذه أول مرة يقول له مثل هذا الكلام الجارح. شعر في تلك اللحظة وكأن سكينا طعن قلبه. ليث، مالك؟ انت ليه بتقول كده؟ وكمان بجح؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ها؟ ممكن افهم انا عملتلك ايه عشان تعمل فيا كده؟ انا عمري ما حرمتك من حاجة، بس واضح اني اتخذ معاك اسلوب مختلف ما توقعتهاش منك يا غيث. ليث، انا ما عملتش حاجة. انت بتتكلم عن ايه؟ انت عارف كويس اوي انا بتكلم عن ايه يا غيث، واللي انت عملته ده ليه حساب. هي اللي اجبرتني، قالت لي لو ما عملتش كده هتموتك، وانا خفت
خفت قوي يا ليس، سامحني أرجوك. هي عرفت تستغل نقطة ضعفي. أقسم بالله كل حاجة كنت مجبر عليها، حتى الريكورد اللي واثق إنه وصلك ده كان متسجل والمسدس على راسي. اعمل فيا اللي انت عايزه، بس ما تزعلش مني أرجوك. أرجوك يا ليس، أنا ندمت، والله ندمت. وقعت تلك الكلمات كالصاعقة على رأس ليث. سحقا، لقد كان هو بالفعل، لم يكن مفبركا، لم يكن وهما أو فخا، لم تكن لعبة منها، لقد فعلها بالفعل، وكاد أن يقتل روحا بريئة. ادمان؟ هو انت عملت كده فعلا؟ انت اتجننت؟ ايه اللي انت عملته ده؟ وانا اللي قلت هقوله هيقول لي فخ وبتحاول توقع بينا؟ انت عملت كده يا غيث؟ جالك قلب تعملها ازاي؟ ان شاء الله قلت لك انها هتقطعني وترميني للكلاب. ده مش مبرر اللي انت عملته. انت كنت هتقتل روح بريئة ملهاش ذنب، وهي دلوقتي بين الحياة والموت بسببك وبسبب تهورك. أنهى كلامه بصفعة قوية على وجه غيث، ونظر له بغضب، ثم صعد إلى غرفته دون أن ينطق حرفا زائد. كان غيث يقف والدموع تتجمد في عيونه. يا لحماقتي، ماذا فعلت؟ لقد خسرت الآن أعز ما أملك. يا إلهي ساعدني. وهكذا مرت الأيام، ومر أسبوع تلو الآخر، لا جديد، فقط ليث لا يحادث غيث تماما. أسماء تبكي بجانب صديقتها، وآدم يعمل ومن ثم يعود للمنزل. الطبيب سامي يتابع حالة أروى، وأمل تجلس وحيدة، بينما أسيل وأسد قد عادوا إلى منزلهم في القاهرة. وظل آدم في الإسكندرية بسبب ظروف عمله، بينما كان يطمئن على أسيل وأسد يوميا. اختفى أثر إدوارد، وفؤاد لم يعلم بعد بأن غيث هو الفاعل، لأن ليث لم يخبر أحدا بسبب صدمته، فهو لا يصدق حتى هذه اللحظة. إيهاب ما زال على حالته تلك، يشبه الأعمى، ولكنه أعمى عن الحقيقة وليس أعمى عن الضوء. وسناء تستمر في نشر سمها كالأفعى القاتلة. كان يتابع حالة أحد المرضى، ليدخل عليه الممرض عمار قائلا في فزع: دكتور آدم، في حالة في العناية المركزة محتاجة عملية فورا، الحالة بتروح مننا. جهز أوضة العمليات، أنا جاي فورا.